السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال. الملك يدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد في تدبير الجماعات الترابية. دعا جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و 21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي. وقال جلالة الملك في الرسالة التي تلاها على مسامع الحاضرين وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن ثم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية لتدبيره من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية. فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة. جلالة الملك سجل تأخر غالبية القطاعات الوزارية في تفعيل الحقيقي لورش التمركز الإداري، مؤكدا أنه بالرغم من أهميته لا زالت تعتري تنفيذه نقائص ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار. وأكد جلالته أن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى مصالح اللامركزية من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.